انا الوسط ما خدمش خدمته ما خرجش. منتخب الارجنتين دار مباراه تدريبيه وكانه كان في التدريب. في ليزوكازيون فازوا علينا، في الجانب الفني فازوا علينا، في الانتيجنس تاكتيك فازوا علينا. الارجنتين هذه ميري كيب دي موند من المروك من الدقيقه الاولى هما يضغطوا حتى 96 دقيقه وهما داروا بريسينغ، دخلوا بلا كونفيونس. يا خويا يعطيهم الصحه. حذري خويا ليونيل ميسي، حذري معروف بالاستحواذ. حذري ولاد في الاول ليونيل ميسي. الانترفال انا الوسط ما خدمش خدمته ما خرجش. الهدف اللي سجلوا ضد لوندوراس، لا نفس الهدف، ولكن خويا مالك هنا الميليو تيرا وراه الامباكت في الريبورتر دي بالون قالوا كيما شفت نو جو بار با دو ميسي اللي عطى ميسي يا استاذ. بالك سهله بتاع الدفاع. امين عزوز باس وحده الى ايليميني 4 جوار. راحت الوسط هي الارجنتين اللي راهي حاليا مين باس ايليميني 4 جوار. بالنسبه لهم حاجه عاديه. على محسوب لك. شوف هذه يقولوا لها لا زون نيميرو 5 يعني جوست فوق لاكس سنترال. سي لا زون دو بريديليكسيون تاعو يبوجي لتما يدوموند. معليش وقت يكون في هذا زيدان ما يقدرش يجيبها. لا موندر بير دو بال اون فا شيرشي ميسي. يمشي يجيبها. هذه لعبه شكون اللي دار الغلطه اسلام؟ بن طالب. سي بن طالب سي لوي كي دوفي فير لو بلوك. شو وين كان بن طالب؟ حنا هضرنا البارح وهضرنا اليوم قلنا بليك بن طالب سو بريسيون يبردي لي بال. لازم تلعب بهذا اون بارتون دو سو بوستولا. لازم تلقى اون سوليسيون. كي تقول بن طالب ها لو ريسك. يا اسلام انا مقابله طويله. يا سي رشيد اليوم بن طالب الى في ايرور معاك وراه لا كوفرتور كان ديك 4 دقائق. سي جو 3 ديريير. امين. ونهايه اللقاء طبعا نهايه اللقاء رغم هذا المنتخب الوطني قام بمجهودات ونبقى نشجعوا المنتخب الوطني اليوم وغدوه. واجهنا الارجنتين ما نحشموش بهذه الخساره. ما تبقى الى مباراه ميسي صاحب السبعه الى مباراه في كره القدم والمنتخب الوطني ما قدرش. كيف ما تقدرش هذه كره قدم لازم تقبل الهزيمه بكره رياضيه يا ناس. هذا هو الفوتبول. ما قدرتش خويا. واجهت منافس قوي على كل. Non, parce que ولا حبيبين برك il fallait pas كي تعود هذه tu n'as pas besoin de le dire. بصح واش حبيت تقول بلي سكالوني وخايف؟ اكيد. علاه؟ كيف ها راح يلعب فينال كوب دو موند. يقول سنلعب امام منتخب جزائري اللي يضم عده لاعبين كبار. سامي راح يلعب فينال كوب دو موند، راح يلعب مباراه اولى امام الجزائر. والبرازيل كي لعبوا مع المروك ما درسوا لهم والو، المروك هما اللي درسوهم. تبي تقصد هاك؟ وفي الماتش المروك لعبوا خير منهم وسيطروا وداروا كلش. شوف ابراهيم المروك داروا. انا شوف لو كان تجي تقول لي قبل الماتش كيفاش تخمم المروك راح يديروا، انا نقول لك المروك كانوا رايحين يديفونديو ويكونوا يستناو. انا نقول لك المروك من الدقيقه الاولى هما يضغطوا حتى 96 دقيقه وهما داروا بريسينغ، دخلوا بلا كونفيونس. يا خويا يعطيهم الصحه غير نادير. وخويا داروا لهم مشاكل. وينها البرازيل؟ علاش؟ باسكو البرازيل ما عندهاش جو ديريكت. افضل بكثير من قطر وتونس. نتمنى انه المنتخب، انا متمني كل المنتخبات العربيه هي بلا المنتخب ان شاء الله يلعب مقابله حقيقيه، لان شفنا مباراه البرازيل لم تكن مباراه مفخخه بالنسبه للمغرب. كنت تكلمت وقلت ليونيل ميسي 3 الجزائر 0. شفنا له ليونيل ميسي اليوم قام بكل شيء فوق أرضية الميدان. بالتأكيد فلاديمير بيتكوفيتش كان يعلم أنه المنتخب الأرجنتيني راح يلعب في الكل راح يلعب على ليونيل ميسي، لكن الحلول كانت منعدمة خاصة في وسط الميدان. ما لقيناش الحلول باش نخرجوا بالكرة من الدفاع إلى الهجوم، وخاصة لفك الهجمات تاع ليونيل ميسي وتاع المنتخب الأرجنتيني. شوف قلت لنا مباراتين اللي مازالوا ان شاء الله نعوض فيها ان شاء الله. ولكن نتكلموا اليوم نتكلموا بكل واقعيه اللي صار في مباراه الجزائر والارجنتين. منتخب الارجنتين دار مباراه تدريبيه وكانه كان في التدريب. كان الجانب البدني اقوى، من الجانب الفني اقوى، في الصراعات الثنائيه اقوى، والاحصائيات اللي بديتهم اخي رؤوف لما تتكلم على الكونسيرفاسيون دو بالون نشوفوا اين كانت في الدفاع تقدر دير 90%. هو 1 2 3 راه في الكونت تاعك يسجل لك شد الكره انت لا حبيت شد الكره. دونك هذه الاحصائيات تغلط. عدد التمريرات اكيد لما يكون الاحصائيه زياده عندك عدد التمريرات تكون زياده. اين وكيف وفي اي منطقه كلها بعيد على الدفاع نتاع الارجنتين. يعني في المناطق
اللي كان فيها ماهوش اللاعبين تاع الارجنتين تقريبا مش موجودين. هذا الاسباب، والاسباب كانت واضحه. المنتخب الارجنتيني انا نقول المدرب بيتكوفيتش ممكن يسيب الحلول مع المنتخبات المتوسطه او المنتخبات الضعيفه، لان انت شاف انه ميسي هو مفتاح لعب المنتخب الارجنتيني، هو لابلاك تورنونت، هو كل شيء. ما لقالوش حل، ما لقاش الحل للاعب واحد اللي ممكن بالفردي ماركاج انديفيدوال يسيب الحل الميسي. كنا اليوم نقدروا نخسروا ب5 عادي، نخسروا ب4 عادي. اذا مباراه هذه للنسيان، لان مباراه كنا ضعاف من الجانب البدني، كنا ضعاف من الجانب الفني، كنا ضعاف من الجانب التكتيكي، كنا ضعاف في كل الجوانب. والجزائر ما خسرتش مباراة عادية في منذ مشاركتها في كأس العالم. أول مرة الجزائر تخسر ب3-0 في الأمور العادية، لأن خسرنا في 86 مع إسبانيا، ولكن فيها كلام ثاني، لأن هذيك المباراة سعدان قال فيها واش قال، كان واحد المشاكل في الداخلية. على كل حال أثرت على المباراة. أما المباراة نتاع اليوم كان فيه أمل أن قلنا أقل شيء يشرفوا. اتضح أنه أين يا رؤوف يا أخي، نسألك أين مباراة هولندا؟ أين الفريق اللي كان يلعب ضد هولندا؟ لما نقول لك مباراة ودية تبقى ودية، والمباراة الرسمية هي المباراة الرسمية، والحقائق والأخطاء يبانوا في المباراة الرسمية، ما هوش في المباراة الودية. سمير حوحو نقدر نقولوا انه درس تكتيكي من ليونيل سكالوني لفلاديمير بيتكوفيتش. اكيد. لا خلينا نهضروا نتكلموا الاحصائيات. تفضل نتكلموا الاحصائيات. ليزوكازيون للجزائر 0 اوكازيون. لا اللي الكادري الوصول الى هو يقول لك الوصول الى المرمى. انا نتكلموا احصائيات. غروس اوكازيون 0، احنا ما عندناش وما عندهم 3، احنا عندنا 0. احنا ما عندناش الفريق اللي ما يوصلش. يعني كيفاش نتكلموا على اري دي غارديان دو بيت، يعني لي زاريت على غارديان بيت. الارجنتين 0 ما حكم حتى شيء. احنا لي غروس اوكازيون 3 عليه، حكم 3 اوكازيون. اين الفريق؟ تيجوا الارجنتين سعيد. لا ما نقولوش بلي درنا ماتش ند للند. احنا ما وصلناش. يا سمير اوكين اوكازيون. الحارس نتاعهم ما جاتو حتى كره خطيره، با دو تير، ما كاين حتى شيء. وين وصلنا؟ وين بيتر وين بس وصلنا. هما شحال عندهم 3 اوكازيون عندهم. لا عندهم 6 تاع لي زوكازيون. لا نحكي يعني كادري. لا كادري عندهم 6 تاع لي زوكازيون. كي تيجوا البرازيل راني نقول لك ما كانش ند للند. واش كان دوميناسيون. هما وصلوا واحنا ما وصلناش. دونك احنا ما كناش في المستوى. نهضر على المستوى العام في اللعب سعيد. الا كنا ريديكول سعيد. كنا ريديكول باسكو لعبنا فريق منتخب اقوى منا في كل الخطوط. عمرنا ما قلنا الجانب البدني على الارجنتين. الثنائيه فازوا علينا في الجانب التكتيكي، فازوا علينا في لي زوكازيون، فازوا علينا في الجانب الفني، فازوا علينا في الانتيليجنس تاكتيك، فازوا علينا. الارجنتين هذه ميور ايكيب دو موند. ميسي 39 سنه الا قدرتش نمسكوا لاعب اللي فاز علينا لاعب واحد. وتخرج ميسي واش قلت لك؟ كنا قاعدين وكان رؤوف قاعد وجماعه قاعدين. قلت لك ولا يزيدوا يسجلوا هدف ولا يزيدوا يوصلوا عند زيدان. بصح تسيطر على ميسي. ميسي ماشي غير احنا اللي ما نقدروش نحكموا. لاعب ما قدرش تسيب له حل. لا واش احنا تسيب حل الارجنتين. شكون يقدر يسيب حل ميسي؟ لا يسيبوا له. يرفع التحدي بالتاكيد امام المنتخب الجزائري. المأموريه صعبت اكثر بعد الهزيمه الثقيله اليوم امام الارجنتين. اليوم تصبح الهزيمه ضد النمسا تصبح تقريب. لكن شنو هي الحلول؟ ماذا بيا تعطوني الحلول ايضا في المباراه. الحلول قالت لك مباراه الاردن، احنا يفوا اكسي فير لو ماكسيموم ضد الاردن. لما ماناش قادرين نفوزوا على الاردن ندخلوا هذا ما كان الدار احسن. لان صراحه المنتخب الجزائري اليوم نزيد نعيدها للمره الثانيه ما عطاناش بوادر ايجابيه انه راه في الطريق الصحيح. الفريق صراحة خيبة أمل، لا من الجانب الأداء ولا من كل الجوانب. إن شاء الله يتداركوا الأمور الأخطاء اللي دارت مع الأرجنتين. أنه الصفعة هذه ممكن أنه تحسن الأداء مستقبلا. لا أكف لا كوب دي موند يا أخي رؤوف. إذا كانت تنتظر الأرجنتين تعطيك بصفعة باش يعني كنت نايم أنا ولا كيفاه؟ يعني كنت نايم، هذا هو الماكسيموم تاع المنتخب الجزائري. بالتأكيد ربما نتائج المباريات الودية نومت. وأنا اللي كنت نحضر وكنت نتكلم وتكلمنا كثير في هذا الأسبوع. احنا نتكلموا يا جماعة الخير، مباراة ودية ما عندها حتى علاقة بمباراة رسمية. المباراة الودية تغلط،
حتى زيدان في المباراه الوديه دار مباراه كبيره وقال لك هو خلاص وسترجع القوه نتاعو. هنا شفنا اليوم النتيجه، الضغط يدخل، الببليك يدخل، الاجواء تدخل، الاداء يدخل، الجانب التكتيكي كله يتغير. حتى في التغيير هنا غيرت 5 لاعبين، هنا غيرت 11 لاعب. سي با باراي. الناس مازالت في ثقافه انا ما فهمتش. شفناهم مع بوليفيا داروا جرون ماتش، وهاي الجرون ماتش هاي النتيجه. اذا كان تحكم واش قلت لك قبل المباراه؟ قلت لك بوليفيا مش الارجنتين. مباراه نيجيريا هي اللي راه في الذهنيه تاعي. الاخطاء اللي ندارت في وسط الدفاع، واليوم الاخطاء نفس الاخطاء في وسط الدفاع. عاودنا المشكل نتاع نيجيريا عاودناه اليوم، وقلتها لك قبل ما ندخل الاستوديو هذا، وقلتها لك في الاستوديو. كي قلت لي باش متخوف، قلت لك راني نشوف في المباراه نيجيريا، لان بالدفاع هذا نتاع 4 لاعبين 2 جوار في لاكس اون فا با ريوسير. كنا سامر حوحو قال لك ما عندناش البديل. نضي بن سبعيني، حنا كنا فرحنا لعودة بن سبعيني. درك من بعد تيجو الارجنتين هذه ما لازمش تنساها، تيجو لا ميور ايكيب دي موند. امبوسيبل الاردن ويا دوغري موا النمسا راح يكونوا في مستوى. الحلول بشكل مختصر قبل الختام. انا نقول لك راح نديروا مقابله مليحه ونفوزوا ان شاء الله ضد الاردن، واذا ما فزناش وما لعبناش مليح غير نروحوا للديار، واذا الاردن ما ربحناش مع احترامي للفريق الاردني كومام اوني ميو بزاف على الاردن، والاردن سني با ماناش نلعبوا الارجنتين كومام، راح نكونوا حنا اللي نضغطوا وحنا اللي نديروا الهجمات وحنا اللي نسجلوا ان شاء الله. دونك انا اللي متفائل. سي فري نو بوزيسيون سي با دو تو لا ميم، ماهوش فريق اردني ماهوش الارجنتين، ماناش راح نلقاو الصعوبات امبوسيبل سوف اذا كنا حنا فريمون ماناش ملاح. الوقت الذي مر على هذا اللقاء ليزانترنوت، الناس او بعض المواقع وبعض المحللين يتساءلون عن هل كان ميسي يستحق بطاقة في هذه اللقطة، إذا كان ممكن طبعا مع المخرج. والله هنا طبعا في اللقطة الأولى إذا كان ممكن نشاهد طبعا التدخل الخشن الذي كان من ميسي على لاعب عيسى ماندي، كما تشاهدون الآن تدخل خشن جدا من ليونيل ميسي على عيسى ماندي. تور دو طاب قبل ما نختموا البرنامج سور لو نت. الكثير يطالب الجماهير سمال بلي كرومبون لما تضرب لاعب من الخلف. سؤالي واضح، هل كان انتم الفار هل كان اللاعب يستحق بطاقة حمراء؟ نعم. وهنا ثاني ليكسبيريونس نورمالمون لوجيكمون اللاعب تاعنا هضر مع الحكم. لا ماشي غير يهضر، يبقى ساقط بقى ساقط وطول. المشكل وراه لافار لافار وراهي باسكو لو كان خرج ميسي بالكارتون روج كانت تغير كل الامور. سي لوي كي ماركي 3 بوت. امين. انا بالنسبه لي الفار ما قامش بالدور تاعو، وكان اجحاف بارابور للمنتخب الوطني. شفنا الضربه يعني عاودوا لا ريبيتيسيون، وقلت لك في القوانين لما الكرومبون تضرب بلا سومال ومن الخلف، وشفنا مندي يعني توجع سور لاكسيون كي طاح. هذه الفوتبول المونديال على بالك كل شيء اموال والصوره، ومنها ما يقدرش يخرج مثلا لاعب بورتون زيدان ما ادراك ما زيدان خرج حمراء في نهائي، وما بطاقه صفراء ما كاش. هذه باش يحميوا لاعب. يا في ماتيرا شي في او موا تروح تشوف لافار، على الاقل تروح تشوف لافار، لانه سيفري كما قال لك امين كاين كرومبون على المولي تاع الجوال، وكان قادر يقيسو مليح ويبالك يحبس له لا كارير تاعو مالغري كو مونديرو يلتير فير لا فان. مي انا نظن باللي على الاقل يشوف لافار. يا بيشت اي شوف من بدايه الدوره هذه شفنا عده اخطاء كما هذه، وما راحش الحكم للفار وكمل المقابله، وكانت بالك تكون كما تقول لو تورنون تاع الماتش. لما تكون اشياء كما هذه باسكو يا دي نو لازم تروح للفار، بيسك علاش نديروا الفار تشوف وتروح تشوف. وهذا هذه سيون اغريسيون يقولوا لها هذه سيون اغريسيون دو ديريير، ستادير في التيمبو تاع دونك سا ميريتي ان كارطون روج. C'est le VAR en fait, c'est le VAR qui n'a pas intervenu parce que l'entraîneur mais je sais, je parle de l'arbitre en tant qu'arbitre, l'action back ما بانتلكش بعد كانش بعيد الحكم على اللقطه. مشيت تروح لافار، سي لافار اللي كي غوفوا لاكسيون وتقول لك اسكو يا اون اكسيون اللي تيجي. كاين مسؤوليه الحكم، كان قريب على اللقطه، كاين مسؤوليه الحكم. لازم نقولوا له اللي جا حتى تعيط له مسؤوليه الحكم كما قلت. مسؤوليه الحكم خاطر سوبوزون ما شافش، اذا ما شافش سي با لوي يقدر الحاكم الرئيسي يرفض الفار.
لا كفايه تصريحات عصام مندي بعد نهايه المباراه مستائن جدا في يعني خويا يزيد قال لهم قال لهم سي فري غير بريمي ماتش سي فري شامبيون دي موند قال لهم كيما يعني يعطيك الحق 3-0 قال لهم